في مره كنت عايز اشتري حاجه بقالي فتره محتاجها، واترددت لان كنت عايز اوفر شويه في المصاريف علشان عندنا شويه التزامات، وكنت شايف انه احسن اجيب بنفس الفلوس دي حاجه للاولاد. مراتي قالت لي هاتها، لو ما كنتش تجيب اللي انت عاوزه دلوقتي وتتبسط هتجيب امتى؟ انت بتتعب علشان تجيب الفلوس دي، وما ينفعش كل مره تاجل وتجيب حاجات للاولاد، انت تستحق اكتر من كده بكتير. الحقيقه ان تاثير كلامها كان لطيف جدا عليا. طبعا احنا كاباء وامهات علينا واجبات ناحيه بيتنا واولادنا، لكن مهم ان انت تحسس شريك حياتك ان تعبه وتضحياته متشافه ومتقدره، وانك بتحاول تخفف عنه. قول لمراتك ان انت بتتعبي معانا طول الوقت، وعارف ان انت مش بتعرفي تنامي كل يوم، انا هاخد بالي من الاولاد وانت ادخلي ريحي شويه، او روحي زوري اختك او حد من اهلك، او ما تعمليش اكل النهارده ونجيب اكل من بره. قولي لجوزك انا عارفه حجم المسؤوليات اللي انت شايلها علشان خاطرنا، وحاولي تخففي عنه وتريحيه يوم اجازته، او تكلمي مع الاولاد قصاده وتحكي لهم قد ايه باباهم بيتعب